اوكي بصي، رمضان فرصة الفورمة believe it or not. رمضان اللي فات استغليته عشان اعمل حاجة اسمها فيزيك في البادي بيلدينج، بتبقى فيه للستات حاجة اسمها بيكيني وفيزيك، مهم يعني فورمة معينة، وعملتها في 4 شهور وخدت الصور بتاعتي والكابيتيشن بقى وخلصت، والسلام عليكم السلام عليكم، وارجع بقى عادي، وبعدين ابدا تاني. ممكن السنه دي انا عايزه ابدا تاني. ده في مستوى معين مثلا في اللعبه دي. انتي لسه دلوقتي هنقول يلا عايزين نتعلم وعايزين نفهم يعني ايه الجو ده، فانتي لازم انتي مش انا اللي تعملي الموضوع ده. حاجتين مدى العمر هتعمليهم، هتسعي وهتحاولي تفهمي ايه يعني ايه اكل نضيف، يعني ايه فتنس فود، يعني ايه. كل يوم نص ساعة اطلعي على النت وافهمي ايه الاكل ده وايه فوائده وازاي احطه في حياتي، وايه بقى الوجبات الريسبيز اللي ممكن اعملها عشان خاطر احول حياتي بقى من الاكل بتاعنا ده للاكل ده. والبورشنز هديكي اكزامبل دلوقتي للبورشن. الحاجة التانية انك برضو هتطلعي وهتسعي ازاي انحت جسمي، او I don't know how to say it بالعربي بصراحة، بس body sculpting for women، body toning for women، body building for women، حسب انت عايزه تعملي ايه وشكلك يبقى عامل ازاي. بس فكره العضلات لازم تكوني قبلها، لانك من غير عضلات مش هتعرفي تعملي فورمه، مش هتعرفي تعملي الشيب. اللي في صور كنت انا فيها يعني شيبت قوي، دي اسمها عضلات. دلوقتي كل ده اسمه عضل، مش خسسان، لا اسمه عضل. اللي الصغنن هنا ومنحوت هنا ومشدود هنا ومفيش سيلولي هنا ومشدود هنا ومتقسم في الظهر هنا وكيرف دي قوي هنا، ده كلها عضلات. دي مش خسسان، دي انت هتزيدي في الوزن. فسيبك من موضوع الوزن ده شويه، عشان خاطر ناس كتير بتبعت لي في المسج وزني كذا والكلام ده كذا. لو دخلت دنيا البادي بيلدينج مش الوزن ده هتبقى حاجه من اللي هو لا. انا زدت لما كنت خسيت كارديو بس، وكنت رفيعه كده ومفيش لوست ومستطيل كده وخلاص، وعامله كده في نفسي بتاع، كنت ارفع في الوزن يعني الميزان، كنت اقل من دلوقتي ب 30 باوند. انا حطيت وزن عشان اعمل الحاجات دي. فدي برضو مرحله تانية خالص. هقولك انت هتعملي ايه في رمضان، او اللي انا عملته في رمضان، وانت هعملي حاجه شبهه على مستوى لسه اللي انت فيه. اوكي، فطار انا اللي عملته كان لو مفيش عزومه 3 بلحات قهوه، سكوب بروتين، تمرين بما فيهم ويت تريننج. ومش لا مش بنضعف في رمضان believe it or not، عشان انت طول الليل هتقعد تاكل الاكل الصح او تاخد النيوتريشن الصح، فمش هتخسر عضلات ولا هتضعف لو بتاكل صح وبتنام صح برضو، بس على بالليل. اوكي، وبعديها تراويح، في نص التراويح وجبه صغننه، بعد التراويح وجبه كمان صغننه، ننام نصحى ناخد وجبه وانا نايمه كده كاني برضعها، وبعدين الفجر وجبه كمان. ادي 5 6 وجبات بتوعي عملتهم على بالليل. alright، شكلهم ايه بقى الوجبات دول؟ انا بحب السموذيز لان بطني بحسها مفيش، بتروح وبتختفي لما يكون في سموذي اكتر. alright، بتريح لي دماغي السموذي دي، اللي هو ما بتعبش جهاز الهضمي في انه يهضم اكل، لا خد اهو ليكويد جاهز. قلت لك السموذي تعمليها ازاي، خلاطك ولبن نون فات او يوجرت نون فات وفاكهتك وخضارك، وادي وجبه حلوه جميله اهو، وقعدت ترضعي فيها زي العيال الصغير. انا بحطها جنبي في السرير وانا نايمه واقوم صاحيه الساعه 3 وجبه، وبعدين اصحى اصلي الفجر وجبه خلصت. اوكي، ابعدي 100% عن السكر. ده بقى اللي خلاني اوصل للفورمه بسرعه، ان انا قعدت 4 شهور ما احطش ولا اونس سكر على لساني، ولا سبلندا ولا سكر دايت ولا اي حاجه من الحاجات دي، كانت فاكهه بس. لما اعصابي بتبوظ قوي بزود في الفاكهه. اوكي، الطبق بقى بيبقى شكله عامل ازاي؟ 3/4 خضار، بعدين حته قد كده، قد كف ايدك، حسب كف ايدك انا كف ايدي قد ايد الراجل، يعني انا حجمي قد الراجل اصلا. فالمهم انت كف ايدك الصغنن الحلو، حته اللحمه بتاعتك على اساس هذا، او الفراخ او التلابيا، السمك، الكلام ده كله اللي هو بتبقى جريلد او ساتيد او الكلام ده. right، معظم الوقت بستخدم الفراخ من غير الدهون. alright، وجزء صغنن بقى قد نص ايدك هيبقى الكاربز بتاعتك. انا شخصيا بستخدم كومبلكس كاربز. اطلعي برضو على النت يعني ايه كومبلكس كاربز، جوجل ات.
النوع اللي بستخدمه، النوعين اللي بقعد عليهم كتير ودايما هم دول اللي بتشقلب فيهم دايما، بطاطا وشوفان. اوكي، وبعمل بقى وجبات منهم كمان ساعات. سو انا خدت كل حاجه في الوجبه بتاعتي، وغذت لي جسمي وطولت لي شعري وشدت لي وشي وخليته بيلمع، يعني كلي برضو مش هخسر، مش شكلي مش هيبقى وحش، هتبقى very healthy عشان انت لازم تاكلي. the more you eat the more you're gonna be able to burn، وهتبقي اقوى، وضوافرك وشعرك وكل الحاجات دي من الاكل. ومن ايام زمان كانوا بيعملوا فورمه ازاي من الاكل. مش سيبك من جو العمليات وغول بتاع، انت هتعملي عمليه تشد رجلك من هنا يبقى سوري دي تروح مره، وتاني يوم بقى هتروحي من اول ما تاكلي سكر معلقه رز زياده. It's all about the food. ما انا ممكن دلوقتي كل ما اهبر بقى طبق رز، ابص في المرايه الاقي بومب طلع، واتضايق وهتشقلب اسبوع في الجيم ستير ماسترز وحديد تقيل وتربات تتي عشان خاطر تشد تاني. فهتبقى حاجه هي مدى العمر. لو عندك نيه انك تقعدي كده طول عمرك اهلا وسهلا، لو مش عندك عايزه تبقى حاجه بسرعه مش هقدر افيدك، مش هقدر اساعدك عشان انت بتساليني على الشيب نفسه. اوكي. التمرين انا بخلص اللي هو مفيش عزومه اخلص كسر الصيام على التمرين، او لو في عزومه بعديها بالليل باخد الكرسي ده كده مثلا اللي هنا ده، او في الشارع بره في النيبرهود او في الجنينه او كرسي اوضتك، وتطلعي على النت برضو، تطلعي على اليوتيوب برضو وتشوفي حاجه اسمها body weight training at home، how to lose weight at home، how to train at home، كل الحاجات دي. وفي امريكا ولا الغرب هارينا مودلز بتتمرن لك في اي حته على السرير بتتمرن. في كل حاجه تقدري تذاكريها وتشوفيها. في ويب سايت كنت بستخدمه زمان كتير bodybuilding.com، وبشوف انا مثلا عايزه اعمل فورمه اسمها بيكيني مثلا، هم بشوف هم بيعملوا ايه، بتفرج على كل تمريناتهم، بتفرج على اكلهم وشربهم، واطلع ساعات على جوجل واشوف الاكل ده ايه والتمرينات ده ايه والكلام ده كله. فانت اللي لازم تسعي. وفي مصر في ناس جدعه جدا وشاطره جدا في الموضوع ده، الشباب شاطرين اكشلي قوي يعني. بشوف كل واحد ليه لون مختلف، بس من الشاطرين يعني اللي قابلتهم هم مش عارفين ان هم اشطر من هنا، بس هم اشطر من هنا. اساليهم. اوكي. وحاولي يمين وشمال وتعبي وخدي فتره طويله، لازم تقعدي فتره طويله. انا قعدت بدات في 2003 الجيم اساسا، وبعدين الليفتنج بداته بروفيشنالي في 2009، وعملت اول ترانسفورميشن اللي هو الفيزيك بتاعي اللي هو الستيج. حد بيسالوني انت بتقفي ازاي كده، ما هو بنتمرن ازاي نقف على الستيج مره واحده السنه اللي فاتت، بس خلاص بقت لعبه حلوه وجميله وهتعرفي توصلي لها ان شاء الله، وهتعرفي تنامي دايما عندك عضلاتك اللي حامياكي ومخلياكي تعرفي تتنفسي احسن وبالك اطول وشكلك احسن، وتعرفي تخسي اسهل واسرع. يعني دلوقتي من اسبوعين I don't know لو خدتي بالك ولا لا I lost 20 pounds من اول فيديو حطيته believe it or not. okay or inches عشان خاطر بدات النظام اللي هو ايه السموزيز والكلام ده، رجعت له تاني وببدا فورمه جديده. فابداي معايا، نضفي اكلك، اطلعي على النت وتعلمي تعملي تمرين ازاي، اتمرني 5 مرات اتليست 3 مرات في الاسبوع. لو ما فيش يبقى انت في حاجه غلط. اعرفي امتى تقولي لا برضو لجسمك. المتحمسه زيي انا من النوع اللي هو الاجريسيف شويه، ممكن ازود شويه في اللعب، او ممكن يغموا عليا او اكسر رجلي. فانا لو انت من نوعي اعرفي جسمك، اسمعيه، هيقولك خلاص انا خلاص I'm done، توقفي ساعتها. لو انت عكسي بقى اللي هو عايز يقعد مش قادر مش متشجع قوي، اعملي خطوات زي النونو، النهارده 5 دقايق، بكره 10 دقايق. السلالم مثلا الستير ماسترز كنت ساعات بقعد عليها ساعه، بنيت الكلام ده، قعدت كام سنه عشان ابنيه. بدات الاول ب5 دقايق، وبعدين تطورت ان انا اعرف استمر عليه لمده ساعه، ودلوقتي بقيت اعدل 45 دقيقه في اليوم عشان اعرف رجلي تبقى مش ما عندهاش مرض الفيل وتبقى حلوه وكيرفي والكلام ده كله. هجيلك جايلك اكتر في المعلومات اكتر، جست لازم تعرف عشان مش جنبك دلوقتي، فانت لازم تطلعي وتتعلميها مع نفسك. بقرا لكم البنات، بقرا كل الحاجات بس مش بالوزن ومش بالطول ومش بكذا، هو النظام لازم يتغير ولازم تعرفيها. مش هعرف ارد على كل بنت واقول لها ازاي تاكل ايه انواع الاكل اللي هتاكلها. انا حطيت مثلا اكزامبل دايت
قبل كده، كنا شارينه من واحد بروفيشنال هنا لما جينا فلوريدا. بس لا مش هقدر احط لك بقى نظام الاكل هيبقى عامل ازاي كل شويه، لان انت هتطلعي وهتفهمي الاكل اللي هتاكليه، وهيبقى very simple again. الاكل خضار وفاكهه ولحوم من غير دهون، extremely easy extremely simple، وممكن تعملي منها كل انواع الوجبات اللي طعمها حلو، من اول المسقعه الدايت للكشري الدايت للملفوف محشي دايت. Okay, you can do all that and still have a beautiful shape. Alright, سلام.